بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى عترتك الطيبة الطاهرة، وبالأخص صاحب الذكرى سيدنا ومولانا محمد الجواد غريب بغداد. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن أردت النجاة يوم المعاد، إن أردت النجاة يوم المعاد، جد بدمع على الإمام الجواد. لم أنسه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد، من يثرب إلى بغداد. قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي، والتي قدمت له السم أم الفياض بغضا منها لأم الهادي. تركوا نعشه بقنطرة الريان، يا ملقنا للشقاء والعناء يا عادي. واستماتت أشياعه نحو حمل النحش كي لا يبقى رهين الوغاد. ما بقي مثل جده الصبط عار الجسم تعدو على قراه العوادي. يا عين على الجواد صب الدمع دم، شباب وصايم ويفطر على الزم. وحيد بدار غربة مثل الحسين تشاهد والقلب واسبل يدي. أثار ما تولي وفرق البين. ساعد الله الإمام الجواد عليه السلام عندما وضعت له أم الفاضل في إفطاره بعنب رازق، وقد دست به السم، والسم الذي أعطاه إلى هذه البنت المعتصم بنت المأمون. ماذا وضعت فيه؟ وضعت فيه سم. هذا السم قتال، فما وضعت فيه ذلك السم القاتل. والإمام ما أن تناول بعض العنيبات وإذا به سرى السم في جسده. قال ويحك إذا سميتني، فإذا سميتني فاسقيني ماء. ماذا صنعت؟
صنعت أنها غلقت الأبواب وبقى الإمام وحيدا فريدا. يا ويل على الإمام الجواد من عد الرجل شاهد والقلب واسبل ايدي. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما ولد الإمام الجواد قال: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. الإمام الرضا صلوات الله عليه بقى 45 سنة بدون ولد ذكر، يعني لا توجد نساء بنات، ولكن ولد ذكر ما عنده. كلثم بن عمران من خدمة الإمام الرضا عليه السلام قال له: سيدي ادعو أن الله يرزقك ولد. فقال له: إن الله كتب لي أن أرزق ولدا واحدا، وهذا الولد هو الذي يعيد الدين، دين محمد وآل محمد. وقال في كلمة عظيمة بولادة الإمام الجواد: ولد لي شبيه موسى فالق البحار. هذه كلمة عظيمة، هذه قضية لها ما لها، أن الإمام الجواد عليه السلام شبيه موسى صلوات الله عليه، وأنه فالق البحار. ولاحظوا أيها الأحبة، أيها الأعزة، أيها المؤمنون الصالحون، لاحظ أن الإمام الرضا عليه السلام في الكلمة التي ذكرتها في بداية المجلس عندما ولد الإمام الجواد: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا، أعظم بركة على شيعتنا منه. لماذا؟ لأن الإمام الجواد صاحب الإمامة المعجزة، الإمامة المعجزة، أنه تصدى لإمامة الأمة وقيادة الأمة وهو عمره كما يقول المحققون بين 7 سنوات أو 9 سنوات. ولذلك أيها الأحبة، عندما جاء وفد من شيعة بغداد وجلسوا في بيت الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك من الرواة الكبار: الريان بن الصلت، صفوان بن يحيى، يونس بن عبد الرحمن، وجملة من الرواة أهل البيت الكبار الذين هم فقهاء وعلماء. وكان من ضمنهم يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن عندما رأى ودخلوا في البيت وقاموا يبكون، فقالوا: كفوا البكاء لننظر إلى من نرجع في المسائل. يعني الإمام الجواد كان عمره 7 سنوات، فمن الذي تصدى للرد على يونس بن عبد الرحمن؟ طبعا يونس بن عبد الرحمن من الرواة الكبار، ولكن فاتته ومرت عليه الغفلة على أن أهل البيت عليهم السلام والأنبياء صلوات الله عليهم كعيسى عليه السلام صلوات الله عليه تصدى للنبوة عندما جاءت به أمه وتكلم وهو في المهد. وكذلك عندنا مثال آخر وهو يحيى: وآتيناه الكتاب
نعم. وآتيناه الحكم صبيا، أحسنتم، وآتيناه الحكم صبيا. عندنا مثالان لنبيين. صبيا يعني ما تجاوز 7 سنوات أو 9 سنوات. كذلك ماذا؟ عيسى عليه السلام في أول يوم عندما جاءت به أمه، أول يوم وهي تحمله، وإذا به ماذا؟ الله يقول هذا نبي من الأنبياء، هذا يتصدى لقيادة الأمة، عيسى المسيح صلوات الله عليه. وهذا يثبت لنا أن قضية النبوة كقضية الإمامة لا يحدها العمر ولا تحدها السنوات. هذا القاسم اللي قاسم من الهاشمي دخل فمر على الإمام الجواد عليه السلام، وكان الإمام الجواد جالس على كرسي، فسألوه سؤال فلم يجب، فأجاب بجواب خاطئ. قال: كيف يا عم تقول ذلك وتفتي بذلك؟ ألا تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ والإمام عمره 7 سنوات. فإذن قضية العلم هي أساس العصمة. العصمة تأتي من العلم الإلهي الرباني الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. فإذن عندنا تجربتان لنبيين، وهو عيسى صلوات الله عليه، وكذلك يحيى صلوات الله عليه. وآتيناه الحكم صبيا. فإذن الإمامة لا تختلف عن النبوة، كلهم قيادة وولاية. ولاية أهل الأعظم ولاية بالنسبة للخلق كله، في الخلق كله، هم ولاية محمد وآل محمد. ولذلك الإمام الجواد صلوات الله عليه تصدى للجواب لكثير من الأمور المهمة التي تخص الفقه والأصول والعقائد، وكان في قمة العصمة والدرجة العليا من العصمة. ولهذا نلاحظ أن المأمون كان يؤكد على مجيء الإمام الجواد عليه السلام من بغداد، من المدينة إلى بغداد. البعض من الكتاب كأنه يريد أن يعطي عذرا للمأمون. المأمون هو الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام. يقول يريد يخفف الآلام على البيت الهاشمي، على بيت محمد وآل محمد، مسحنا محمد وآل محمد. وهذا الشيء خاطئ. المأمون هو الذي دعا الإمام لولاية العهد، إمام الرضا عليه السلام، وهو الذي قتل الإمام. فكأنه يريد يكفر عن ذنبه بأن يأتي بالإمام الجواد صلوات الله عليه من المدينة المنورة إلى بغداد. وامتثل الإمام الجواد، امتثل لذلك. ولهذا عندما جاء الإمام الجواد صلوات الله عليه إلى بغداد وحضر مجلس المأمون، والمأمون كان يؤكد على مقام الإمام الجواد عليه السلام، لأنه رأى فيه علامات النبوغ وعلامات العلم وعلامات الطهارة وعلامات القدسية فيه. ولهذا فأراد أن يزوج ابنته أم الفاضل للإمام الجواد عليه السلام. طبعا العباسيون لم يقبلوا بهذا، اعترضوا على المأمون. قال: أتريد أن
يذهب هذا الملك إلى بني هاشم؟ قال: ولماذا؟ قال: يتزوج منها. قال: هذا قيل له أنه حدث السن، عمره 7 سنوات، كيف يتصدى وكيف يكون عالما وهو عمره 7 سنوات؟ فقال: إن امتحنوه، إني أعرف به وأني خبير به. فذهبوا لمن؟ ليحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم كان نستطيع أن نقول القاضي الأعلى والفقيه الأعلى عندهم. يحيى بن أكثم، هذا يحيى بن أكثم من خط المخالف لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يكن مواليا لأهل البيت. ولكن لاحظ أنهم ذهبوا إلى يحيى بن أكثم وبعد الإذن من المأمون أنه يكلفوه بمسألة عويصة حتى يعرفوا أن هذا الإمام محمد الجواد عليه السلام هل هو عالم أو غير عالم. أنا أنقل هذا النص حتى لا يكون تردد في الكلام. قال يحيى ابن أكثم عندما حضر له مسألة، يعني مسألة جبارة، قال: يحيى ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ محرم لابس الإحرام وفي بيت الله وقتل صيدا. يظن يحيى بن أكثم أن هذا سؤال يعني مسألة عويصة أو قوية. لا، لاحظوا الإمام يشقق. إحنا عندنا في عملية الاجتهاد الذي يكثر من التشقيقات والتفريعات هو الأعلم، يعني في كل مسألة يشققها ويفرعها. ولهذا قال يحيى ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: قتله في حل أو حرم؟ عالما كان المحرم أم جاهلا؟ قتله عمدا أو خطأ؟ حرا كان المحرم أم عبدا؟ صغيرا كان أو كبيرا؟ صغيرا كان أو كبيرا؟ الصيد كان من كباره مصرا من كباره مصرا على ما فعل أو نادما؟ ليلا كان قتله الصيد أو نهارا؟ طبعا ما له أي دخل، لكن هو يريد يفرع الإمام الجواد حتى يخلي يحيى بن أكثم ماذا؟ في حيص بيص. نهارا ليلا أو نهارا؟ محرما كله بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع، ولجلج جماعة أهل المجلس عرفوا أن يحيى بن أكثم لا يستطيع أن يجيب على هذه المسألة بهذه التشقيقات. وبعد هذا الاندحار اندحر يحيى بن أكثم. عرفوا الناس القاعدين، الناس اللي حضروا والشخصيات الكبيرة من بني العباس وغير بني العباس ومن أهل السنة، عرفوا أن يحيى بن أكثم لا فقه له، ليس عنده فقه. وبعد هذا الاندحار الذي مني به من رشحه العباسيون لمواجهة سيدنا ومولانا وقائدنا وشفيعنا الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه، التفت المأمون إلى الإمام الجواد عليه السلام طالبا منه أن يخطب لنفسه. يخطب ماذا؟ يخطب أم الفضل التي هي بنت المأمون. وهنا في هذه اللحظة استجاب الإمام الجواد صلوات الله عليه وخطب أم الفاضل
بنت المأمون، ووافق المأمون على ذلك وصار الزواج وتم الزواج. فهذا جملة أراد أن يجعل المأمون الإمام الجواد لصيق ببني العباس صلوات الله عليه. وهكذا ثم الأمر، وعقد عقد النكاح وتم. وعلى كل حال فقد ذهب العباسيون إلى قاضي قضاة ذلك العصر وهو يحيى بن أكثم. جيد. الجواد يراد أن يرشح إلى منصب ولاية العهد، لمنصب مهم في الدولة. قد يكون ولاية العهد مثلا لما قد يؤدي مستقبلا إلى خروج السلطان منهم. بنو العباس مو قضية دين عندهم، ما عندهم دين، هم الذين قتلوا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يقفوا موقفا مشرفا مع بني هاشم ومع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أنتم لاحظوا أن في معركة الحسين عليه السلام لا يوجد عباسي من بني العباس شارك في معركة كربلاء، لم يشاركوا. وبعد أن رأى العباسيون إصرار المأمون على فكرته القاضية بتزويج الإمام الجواد عليه السلام من ابنته أم الفضل، جاءوا إليه من طريق آخر. جيد. هذه القضية المهمة التي ذكرناها بين أن الإمام الجواد في أعلى مستويات العلم، وكل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم في أعلى مراتب العلم. إن العلم الذي عند محمد وآل محمد يقال أن الاسم الأعظم يتألف من 73 حرفاً، 72 حرفاً. الحرف يعني سر من الأسرار، سر من الأسرار، الأسرار الإلهية الربانية. من عدد 73 72 عند محمد وآل محمد. يا الله. فالمأمون العباس التفت إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه، قال: يا أبا جعفر، يكنيه يا أبا جعفر، وهي كنيته أبو جعفر. فقال: أطلب منك أن تسأل يحيى ابن أكثم كما سألك. مال هذا الجواب: من قتل محرم قتل صيدا. فقال له: أتقبل يا يحيى أن أسألك؟ قال: أسأل. فماذا؟ فقال له يحيى ابن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال. ما هو السؤال؟ فقال أبو جعفر: خبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة وبماذا حلت وحرمت؟
قال لا والله لا أهتدي لهذا جواب، ما أعرف أنا. يحيى بن أكثم فقيه العباسيين، فقيه الدولة العباسية، يقول لا ما أعرف. فقال أبو جعفر هذه أمة المرأة الأمة مملوكة. فقال أبو جعفر هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار، فكان نظره إليها حراما عليه، لأنه لا توجد علقة شرعية بينها وبينه، فلهذا يحرم عليها النظر إليها بشهوة، فكان نظره إليها حراما. فلما ارتفع النهار ابتاعها يعني اشتراها، ملكها، فإذا ملكها ابتاعها من مولاها فحلت له. فلما كان الظهر اعتقها، يقال أنت حرة لوجه الله. فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له. فلما كان وقت المغرب ظاهر منها، قال أنت علي كظهر أمي فرضا، هذا الظهار، فحرمت عليه. فلما كان ولما كان وقت العصر تزوجها فحلت له. فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه. فلما كان وقت عشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له. فلما كان نصف الليل طلقها طلقة واحدة فحرمت عليه. فلما كان عند الفجر راجعها شنو؟ قال أرجعتك، طلقها وأرجعها فحلت له. وبقي الإمام الجواد بهذه الحالة. هذا العلم الذي في عمر 7 سنوات أنه بهذا التوسع والتشقيق والتفريع يدل على عظمة الإمام الجواد صلوات الله عليه. ولذلك قال الإمام الرضا عليه السلام عندما سأله كلثم بن عمران ادعوا أن الله يرزقك ولدا، قال يرزقنا الله ولدا واحدا فقط. وهذا الولد كما عبر الإمام الرضا عليه السلام، هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. وقال الإمام الرضا ولد لي شبيه موسى فالق البحار. هذا ماذا يؤكد لنا أيها الأحبة؟ يؤكد لنا أن أهل البيت اتصالهم بالله سبحانه وتعالى بداءً بالمصطفى صلى الله عليه وآله، وختاما بمهدي آل محمد. ولذلك بعد أن توفي وهلك المأمون تصدى المعتصم لمن تصدى لقيادة الأمة. والمعتصم كان ناصبيا ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. ولهذا عندما طبعا يوجد رواية أن الإمام رجع إلى المدينة المنورة وقام يدرس في المدينة المنورة، ثم بعث عليه المعتصم مرة ثانية وجاء إلى بغداد. ومن جاء إلى بغداد كان يخطط المعتصم العباسي الناصبي لقتل الإمام الجواد. اتفق مع أم الفضل اللي هي بنت المأمون وزوجة الإمام الجواد عليه السلام. وكان صائما سيدنا ومولانا وقائدنا وشفيعنا الإمام الجواد عليه السلام. ولهذا الإمام الرضا عندما قال هذا المولود الذي لم يولد أعظم بركة علينا من شيعتنا منه،
هذا يؤكد لنا على عظمة الإمام الجواد. وانتشر صيته، وكان حتى أهل السنة يحضرون دروسه ويأخذون من علومه، فأغاض من؟ المعتصم العباسي، وخطط لاغتيال الإمام الجواد عليه السلام. واتفق مع أم الفاضل التي هي زوجة الإمام الجواد عليه السلام، أيضا كانت ناصبية. ولهذا أيها الأحبة، وهو كان صائما في أيام صيام، والصائم يجب أن يفطر على شيء من الماء، من الشراب الطيب، من الأمور الطيبة. وإذا بهذه المرأة الذي اتفق المعتصم معها وأعطاها السم، وماذا بعنب رازقي، وضعت السم في العنب الرازقي، وكان صائما صلوات الله عليه. أنا مكلف أختم بدقائق. فكان صائما صلوات الله عليه، فلما أحس بأن السم انتشر في جسمه قال: ويحك، إن لم اسقيني ماء، إن سقيتيني السم اسقيني ماء لعد صدري أو قلبي أو معدتي تستريح. وإذا بها هذه المرأة غلقت الأبواب وسدت الأبواب وخرجت من البيت، وبقى إمامنا الجواد عليه السلام 3 أيام، وجاءوا الأعداء من بني العباس ورموا الإمام الجواد من أعلى سطح الدار. أين المنادي وإماما وسيدا ومظلوما؟ ويل على الجواد من عدل رجله، شاد ويل قلبي واسبل ايدي، اثاري مات ويلي وفرق البين. الله اكبر. ومنعوا ان يشيع الامام الجواد عليه السلام، ولكن شيعة الامام الجواد استماتت نحو حمل النعش. شيعوه في بغداد، وبعد ذلك أخذوه إلى قبر جده موسى بن جعفر الكاظم، وهم يلطمون على الرؤوس، والمعتصم سمح لهم بتشييعه. ويلي يا عين على الجواد، صب الدمع دم، عزيز الروح بفراش المرض تم، خلص قلبه من نجيع السم. وإذا حفوا به شيعوه إلى جده موسى الكاظم، جاء يم بحنين ولطم الرأس، حفوا بالقبر كلهم محزنين، شيعوه إلى جده موسى الكاظم بتشييع مهيب، وينادون وجوادا وسيدا ومولاه. أقول هذا التشييع وين كان يوم بكربلاء من يشيع الحسين عليه السلام؟
من الذي شيع الحسين عليه السلام؟ ولذلك أيها الأحبة، عندما أنزل الإمام السجاد أباه إلى حفرته وإذا بالإمام النداء يخرج منه، قال بني وسد رضيعي على صدري. يا عبد الله يا عبد الله يا غالي، يا الجنت بالظلمة لالي، أديرا على يمين وشمالي، يا حزب المهد والمعد خايا، يا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بحق إمامنا الجواد صلوات الله عليه، اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية في إيران، واحفظ جميع أفواج المقاومة الإسلامية. اللهم ارزقنا حسن العاقبة بيسر ويسار وعافية. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة بخدمة الحسين عليه السلام. اللهم ما من أحد في مجلسنا طالب حاجة أو عنده مريض أو عنده عاهة، اللهم اشفهم جميعا ببركة الإمام الجواد صلوات الله عليه، ونهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.